كنت ناوية ان انا انشر اول كتاب ليا وقد كان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده باذن الله هيكون الفيديو رقم 2 في سلسله انجز اللي بداتها امبارح بفيديو بقول لكم فيه عن بديل فعال جدا وجميل ورائع للتودو ليست والضغط اللي بتحطنا تحته. لو لسه ما شفتوش الفيديو ده هو موجود في القناه، تقدروا تدخلوا تتفرجوا عليه. النهارده بقى في الفيديو الثاني من سلسله انجز هحكي لكم عن حاجه هي طالعه ترند وناس كتير قوي بتتكلم عنها، وانا جربتها بصراحه السنه اللي فاتت، والسنه دي عملت واحده تانية وهي الفيجن بورد. الفيجن بورد اللي هي لوحه الاحلام. اللي شافها منكم اكيد هيبقى فاهم اللي انا بقوله، اللي ما شافهاش يجيبوا لوحه او ورقه او اي حاجه ويطبعوا صور للحياه اللي هم عايزين يبقوا عليها، سواء مثلا عربيه احلامهم، بيت احلامهم، ستايل عاوزين يلبسوه، او اي حاجه حلم عايزين يحققوه في اي حاجه، يعني حاجه سواء ماديه او معنويه. الشغل عاوز تشتغل شغل معين، تجيب صور لحد بيشتغل الشغل ده، والحاجات دي كلها بتبقى موجوده على موقع بنترست عليه كل الصور اللي ممكن تتخيلوها في اي مجال. هي فعاله ولا مش فعاله؟ هي بالنسبه لي انا جربتها السنه اللي فاتت واشتغلت معايا، بس في حاجه لازم اكد عليها. هي مش هي اللي هتبقى شغاله ولا مش شغاله، هو هي بتعتمد علينا احنا هنستخدمها ازاي. هنعملها ونقعد جنبها، ولا هنعملها ونشتغل على الحاجات اللي فيها. هي مجرد تذكير، الفيجن بورد مجرد تذكير لينا للحاجات اللي احنا عايزينها، عشان ما ننساهاش او عشان ما نتزحمش في ضغط الحياه او في الملهيات اللي حوالينا. لا، هي بتخلينا بس احنا شايفين احنا عايزين ده، وكل يوم بنبص عليها بنتعلق اكتر بالحلم بتاعنا وبنشتغل عليه اكتر علشان نوصله. انا عملتها السنه اللي فاتت وكنت حابه ان انا انجز حاجات كتير. عملتها فكره السنه اللي فاتت واللي قبلها كمان، بس اللي قبلها كنت عاملاها بسيطه قوي، لكن السنه اللي فاتت عملتها حلوه شويه، والسنه دي برضو عملتها احلى. كنت عندي السنه اللي فاتت اهداف بسيطه جدا، ما تجيش اي حاجه في الاهداف اللي عندي السنه دي. السنه اللي فاتت كنت ناويه ان انا انشر اول كتاب ليا وقد كان، واخدت بيه مركز اول في مسابقة مواهب، خدت المركز اول. وكنت كمان ناوية اخد ورشة في التأليف المسرحي، انا اصلا مؤلفة، واخدت ورشة من المسرح القومي في مصر تحت رعاية فنانين كبار ومشاهير، وكنت من اكتر المشتركين المتفوقين اللي فعلا الناس اشادوا باجتهادي وبموهبتي، وكنت مبسوطة قوي الحمد لله. عرفت احقق حاجات السنة اللي فاتت لاني كنت شغالة عليها. عملت الفيجن بورد وقعدت اشتغل عليها، مش قعدت جنبها اقول الورقة اللي انا عملتها دي هتحقق لي احلامي. ما بيحصلش. لازم تعب، معلش. السنة دي بقى، السنه اللي فاتت كنت عاملاها على ورقه. قبل ما اوريها لكم عايزه اقول لكم بقى ان انا السنه اللي قبلها مش اللي فاتت كنت محوله وداخله تخصص جديد، وعايزه اثبت لنفسي انه هو ده تخصص احلامنا، وهو ده اللي احنا فعلا كنا عايزينه، وهو ده اللي هنبقى متفوقين فيه غصب عن اي حد. فكنت حاطه قدامي تارجت واحد بس، ان انا لازم اطلع من الاوائل ولازم اجيب تقدير عالي جدا. وقد كان. انا دي نتيجتي، مش عارفه هي باينه ولا لا. لو مش باينه هنا هحطها لكم على ال في المونتاج على الشاشه. انا بقول لكم انه هي بتشتغل لان انت بتبقى شايف احلامك قدامك فبتشتغل عليها اكتر. عملت بقى السنه دي ما عملتش بقى لوحه او ورقه زي السنتين اللي فاتوا. عملتها في كشكول، قسمتها الكاتيجوريز، كل صفحه فيهم فيها ايه بقى، هدف معين او بتلم صور لهدف معين. ثواني افرجكم. يعني انا مثلا برضو لسه بدرس، فلسه عايزه اتفوق في دراستي، وانا ناويه ان شاء الله افضل اتعلم طول حياتي. فايه بقى، عامله هنا مكاتب ومذاكره وورق وحاجات كده. انا بحب الحاجات دي اصلا جدا جدا. يعني الميديا، بدأت ميديا، وان شاء الله السنة دي تخلص وانا محققة حاجة حلوة وعاملة قاعدة جماهيرية جميلة. واصلا انا مبسوطة جدا جدا بكومنتات جميلة قوي اللي بتجيلي والله عايزة اشكركم جدا، لان هي فارقة معايا قوي.
ومفرحاني، لاني ما كنتش متوقعه اني من الاول هيبقى عندي ناس بتحبني. كنت متوقعه ان انا هفضل شويه لحد ما اجمع ناس. وانا انبهرت بكلامكم والله العظيم، انا بجد متشكره قوي 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 قوي. دي برضو تبع الميديا برضو. دي تبع المذاكره. دي تبع المسرح والتمثيل والتأليف، لان انا عندي احلام كتير قوي قوي في المجال ده، فبإذن الله احقق اللي اقدر عليه واللي ربنا يكرم بيه السنة دي. الشهرة، مش عارفة الصور دي باينة عندكم ولا لأ، بس انا ممكن ابقى احطها لكم برضو على الشاشة لو ما كانتش باينة قوي. برضو هنا المذاكرة. انا بحب المذاكرة قوي بصراحة. نسيت اقول لكم اصلا عندي بكره امتحان فاينل، يعني انا قاعده بصور الفيديو ده وانا عندي بكره امتحان فاينل، فحاجه لطيفه قوي. بس هما دول، فادعولي بقى عشان ايه. ناويه على حاجات كتير قوي قوي السنه دي، فانا يعني مش عايزه الفيديو يطول مني، انا بس جايه اقول لكم ان الخطوه دي حلوه قوي قوي، اعملوها. ولابد من خطه، والخطه دي لوحدها عايزه فيديو لوحدها، مش هعرف اجيبها كده في نفس الفيديو ده عشان ما تزهقوش. فهخليها ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعده. لا، الجاي اللي بعد ده عايزه اكلمكم عن التشتت في المذاكره، فهخلي التخطيط للفيديو اللي بعده. فايه بقى، جربوها واعملوها والله العظيم. هي عايزه ان احنا نقعد نشتغل على احلامنا. ده لازم، ده ايه ده يعني، ده حاجه لابد منها. بس هي وجودها بيفرق، وجود الفيجن بورد جنبك بيفرق. بص عليها كل يوم، انا دي ببص عليها كل يوم، وبتاع السنه اللي فاتت كنت ببص عليها كل يوم، وبتاع السنه اللي قبلها كنت ببص عليها كل يوم. وهقول لكم حاجه، عشان في ناس بتقع في الموضوع ده وهو بيبقى تقيل شويه. نحط الحاجات اللي احنا عايزينها السنه دي، يعني اللي هي ممكن تكون اصلا خطوات لحاجه كبيره هتحصل بعد 2-3 سنين، لكن ما نجيبش الحاجه الكبيره نفسها نحطها واحنا لسه ما حطناش رجلينا على اول الطريق. في بيبي ستيبس، في خطوات صغيره لازم تحصل الاول. فاحنا هنحط بقى في الفيجن بورد دي الخطوات الصغيره اللي احنا عاوزين نعملها، او الصوره للخطوات دي. وممكن كمان نحط كلمات تحفيزيه وجمل تحفيزيه، جمله بقى من اغنيه، جمله من فيلم اجنبي، جمله من فيلم عربي، جمله من اي حاجه تكون بتحفزك، جمله انت نفسك بتحب تقولها لنفسك حطها، جمله حد بتحبه قالها لك ايا كان حطها قدامك، والله هتدعيلي. فانا بقى ايه، مش هطول عليكم الفيديو ده اكتر من كده، ودلوقتي هقفله وهقعد اصور الفيديو التاني اللي انا بقول لكم عليه. يبقى ان شاء الله الفيديو الثالث من سلسله انجز خلص ده، وهصور التاني، وممكن انزل الاثنين في نفس اليوم كمان. شكرا على المشاهده، واتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا سبسكرايب. استناكم تعملوا فيجن بورد وتفرجوني عليها. ممكن ابقى اعمل انستجرام واسيب اللينك بتاعه، بحيث ايه تدخلوا تبعتولي الحاجات اللي انتوا بتعملوها، وانا فرحانه قوي بوجودكم. باي.